ملف اليوم اللي كيدق ناقوس الخطر في المجتمع على المغرب والمغاربة بصفة عامة، هو اللي راه أصبح ظاهرة على السوشيال ميديا. شت هاد المرة ومازال غادي يكون بشكل كتير إلا ما كانتش واحد كيما نقولوا عقوبة، يعني الضرب من حديد وأقصى عقوبات لهاد النماذج، هاد الجنوسة اللي راهم خارجين عندنا هنايا. عطاونا واحد الصورة ماشينا ماشي حتى لتما، فسدوا المجتمع بأكمله. هادوك شي وحدات اللي راهم كيخرجوا كيسترزقوا بالناس الكبار، او دوك الشيبانيات او المسنات، زائد كيسترزقوا بالاطفال. كتلقى مثلا واحد المراه مريضه كيصوروها بمراحل ويوثقوها حتى كتمشي عند الله، حتى في مراحل تاع الدفن ديالها او الاحتضار، مع العلم ان الميت عنده واحد الحرمه مقدسه ديالو. هذه من شحال هذه كنا كتشوف في القبور على ارض الواقع ما كيحترموش الموتى، يعني ما كانش النظافه، ماشي كلشي كاينين دي ما كانش الحراسه. هذه بعدا واحد الحاجه جديده تزادت عندنا في الجهه الشرقيه، ما عرفتش يمكن عممت حتى على المدن المغربيه اعتقد. ولات السيكوريتي في القبور، في المقابر، السيكوريتي ولات في المقابر في المدينه الجهه الشرقيه، بعدا في المدينه اللي ننتمي لها انا. السيكوريتي جايين بشركات، يعني القبور واخا مبلعين كيما نقولوا واحد الكم هائل باش يعني ما وقفوا داك كيما نقولوا القبور تعمر باش يدفنوا، ولكن ما تبلعش ديك البيرو ديالهم راه مفتوح. السيكوريتي الناس اللي كيمشيو يزوروا الاهل ديالهم او كيمشيو يعني مؤمنين، كيمشيو مؤمنين من كتكون السيكوريتي هذه. واحد قبل ما كانتش عندنا، ما كانش عندنا هذا السيكوريتي، كانوا تما وقعوا المشاكل بزاف. كتجي اللي يسترزق بالقران بالفقيه وما عنده حتى شي علاقه بالفقيه، كاين اللي يطلبوا تما، كاين بزاف بزاف بزاف. هذه هضره اخرى. المهم هذا الجانب الحمد لله السيكوريتي راه كاينه. دونك هذا الشيء اللي راه كاين في السوشيال ميديا، كتلقى واحد الجريئه، واحد كيما نقولوا ما مخلقاش ما مربياش ما قارياش، اميه لاقصى درجه، ما كيفهموا لا قانون، في القانون ما عندهمش مستوى دراسي، ما عندهم حتى شي حاجه. كيبقاو يصوروا باش لاجل البوز او الادسنس، الاموات او المرضى. يعني خص النيابه العامه مشكوره تدخل في هذا الاطار، او الجهات المختصه. كما قال السيد الوزير المحترم، يمكنش غادي يمنعوه بحال مثلا تاع الروتينات ونتاع الدعاوي الشر، الدعاوي الشر لها في السوشيال ميديا تاع المدعوين، يقدرش يمنعوهم كلشي لان قد السخط قنوات كيما نقولوا بزاف، شحال قد ما غادي يبلعوا لهم، شحال قد ما يديهم يترباو بشحال. ولكن واخا هكا خص يديروا واحد القفزه، واحد الحمله كيما نقولوا اللي كيما نقولوا تجاوزوا الحدود او سخنوا عليهم راسهم، يديروا معاهم اللازم والمتعين باش يبقى كيما نقولوا يخافوا، يدخلهم كيما نقولوا الاعتقالات الحباسات، ويكثروا لهم المده ديال السجن او ديال الحبس، ماشي غير ما نقولوا كيما نقولوا يدخلوا طلق او يقلوا لهم المده. شحال ما كثروا لهم مزيان، باش مره اخرى يبقاو يضربوا الف حساب، يفكروا مزيان واش غادي يقدموا على السوشيال ميديا او على اليوتيوب. او راه كاينين شي انواع خصهم كيما نقولوا التدخل السريع، خصهم التدخل السريع. واين دور الجمعيات في هذا الاطار؟ اين هو دور الاعلام؟ في خبر كان ما كيتحركوش معنا هنا في هذا، ما كيتحركوش في هذه الملفات التي تدق ناقوس الخطر، وكتسترزقوا بدوك الشيبانيات ودوك الاطفال يطلبوا بهم شي مره بالارغام، كيبقاو بالاكراه يقولوا لهم صوروا معنا ولا كذا وكذا، او يخيرونهم على جال الادسنس وعلى جال الماديات. يعني خص التدخل في هذا
راه الميت راه عنده قلت الحرمه ديالو. حنا في بلد مغربي مشبعين بالاعراف والتقاليد، راه هادو ما فيهمش روح حتى مغربيت والانسانيه والوطنيه، يعني ما محسوبينش علينا حنايا يعني، بمعنى ما خصهمش يعيشوا معنا هنا في هاد خصهم بلاصه ديالهم اللي هي الاعتقال، ويديروا معاهم يعني يعني خصهم المراجعه، خصهم المراجعه. المغربي القح راه كتوفر فيه جميع، فيه الاخلاق، فيه يعطي واحد الصوره جميله على المغرب، فيه التمغربيت، فيه الوطنيه، فيها كل شيء فيها التقاليد الاعراف. اش هاد الكارثه، هاد المصيبه، غير اللي جا كما نقولوا دخل بعجاجته باش بالهدف يطلعوا القنوات بطريقه او باخرى، اللي دوك صحاب الفضائح، صحاب الشهاه، صحاب بحال هادو بعدا، هاد الكارثه هادو ديال اللي راهم يصوروا بهاد الاموات، يعني خص يمنعوهم منعا كليا. الرقابه في الامريكان اليوتيوب ما كايناش، اداره اليوتيوب مع الاسف ما كايناش، ما عندهاش الربح غادي توقف هاد المهزله. ولكن خص الجهات المختصه ديالنا، تحياتي لهم كبيره، يتدخلوا كما نقولوا تدريجيا وبمراحل باش يوقفوا لنا هاد المهزله في اقرب وقت ممكن. اصبحت تهدد سلامه المغاربه اللي ما عندهمش اليدين كما نقولوا والقلب والنيف باش يمشيو يخدموا على روحهم، يجيو يطلبوا على السوشيال ميديا بهاد الوسائل ديال هاد او هاد الطرق ديال التسول والاسترزاق على ظهر وعلى حساب الاموات او الاطفال او المعوزين او اللي ما عندهاش الكتاف وما في يدهاش سوقها خاوي، كتمشي تخرج للسوشيال ميديا. خلاتها الاخرى لا زين لا مجي بكري، لا زين لا مجي بكري، يخرجوا على السوشيال ميديا ويعطيوها كما نقولوا لدعاوي الشر. يعني راه كارثه، كارثه بكل المعايير والاركان، كارثه مكتمله الاركان، كارثه مكتمله الاركان. الدول الاوروبيه معرفين وصلت في التكنولوجيا والتقدم، خداو لهاد السوشيال ميديا او الانفورماتيك او بالايجابيات، وهنايا ما عرفوش منين يشدوا كما نقولوا، يمشيو غير للسلبيات وغير الحاجه اللي فيها المشاكل. وكيجريو وراء القشور. الدول الاوروبيه كتعطي شي حاجه اللي كما نقولوا كتاخذ بالاصاله او التبعيه، كتاخذ بشي حاجه اللي ايجابيه منها التكنولوجيا، وهنا عندنا مع الاسف يمشيو غير الحوايج الخاويين. هكا بعدا الاطفال كيورطوهم ويفسدوهم يخرجوهم من التربيه ديالهم، تدي يصور معاها او تخرجوا او طلب به. هذا نوع من الطلبه او التسول الالكتروني من هذا النوع. هكا يعني يورطوهم باش يخرجوا على الطريق الاطفال. شكون السبب؟ هاد المتطفلات، هاد المتطفلات على السوشيال ميديا. هاد النوع من الاوباش، نوع من الاوباش. سي نورمال الطفل كيما نقولوا ما يقراش وما كيعلموهم بهذا، يطلبوا بهم. هذا نوع من الاوباش او الفيروسات، خصهم كيما نقولوا واحد المضاد، مضاد يكون فعال باش يحاربوا هذه الظاهره هذه.
يعني خصها في الاصل تخرب بالمصدر ديالها او جذريا. شحال ما تبلعوا القنوات، او واخا ما غاديش نقولوا تبلعوا، كما نقولوا داهم يتربوا احسن. شحال ما غربلوا ونظفوا مزيان، انما ما نفعنا حتى فشي حاجه. فاش غادي ينفعونا؟ بالعكس ضرينا المجتمع المغربي، ما نفعنا حتى فشي حاجه.